ما فهمتش ان الوقت ممكن يعمل كل ده صراحة. يعني انا شخص بيحاول يتشعبط في اي ثانية من ثواني الحياة اللي الواحد ممكن يكون مبسوط فيها، لكن عمري ما فهمت ان الوقت وان انا اختار صح هما من اكتر العوامل اللي ممكن يخلوا حياة الانسان ناجح او مبسوط في حياته. عشان كده ازيكم، انا ستيفن هاني وده البودكاست بتاعنا، الانتقال من اليأس الى اللا بأس. يا اعزائي المستمعين، عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون بخير وبصحة وبسعادة وبسلام نفسي قبل اي شيء. طيب، في السريع منه عايزين نتكلم بس على حاجة يعني لسه واخد بالي منها من شوية قبل رأس السنة. يعني في 3 حلقات متجهزين، بس دي اللي هتنزل النهاردة يعني. أه انا عايز اقول حاجة. أه ميتين اي صاحب شغل ما بيقدرش الناس اللي شغالة معاه، وده بجد من كل قلبي، من كل قلبي. والكلمة دي سمعها قبل كده 2 مديرين كانوا شغالين او انا كنت شغال عنده، وسمعوها وشتمت واتلفظت وقلت حاجات ما ينفعش تتسمع بالودن المجردة. وكل ده ليه؟ بسبب ان معلش يا ابن الحلال، انت مستأجر واحد من صباحتها لغطستها علشان يظبط لك شغلك ويحافظ على مالك، وفي الاخر عشان هو عمل غلطة قد النمنمة قد الفسفسة انت قمت طايح فيه. طب ليه يا ابن الحلال؟ وده خلاني لما استشفيت حاجة يعني مهمة قوي، واللي هي إيه ان الوقت مهم، مهم قوي. مش عارف ايه اللي جاب ده بس دي حاجة مهمة جدا لازم اتكلم عنها. هو ان وقتنا مهم، وقتنا ده مهم. يعني ممكن في الوقت اللي انا كنت انا قاعد فيه فارد على السرير ما بعملش اي حاجة، كنت ممكن اقوم استفيد اعمل اي حاجة في حياتي عامة في المجمل. ممكن اروح العب، العب سيكا، فاهم؟ العب بنك الحظ مع اخويا، اعمل اي حاجة. بس فعليا لو هنتكلم بجد، التوقيت هو عنصر مهم فشخ. يعني مثلا انا صحيت بدري عن الشغل ساعة، ده بجد يعني. وده سبب عمل الحلقة دي عامة. صحيت قبل ميعاد الشغل بساعة. انا كنت متعود ان انا اصحى على ميعاد الشغل بالظبط، اللي هو يا دوبك اصحى اغسل وشي البس انزل. وللعلم بالشيء هي عادة سيئة فشخ، وانا بحاول اغير ده من دلوقتي. ودمج الاستفادة بتاعت دي على الحلقة اللي فاتت، هو ان انا عملت جرد ابن حلال. اللي معرفش حوار الجرد ده، يعني عشان حوار الجرد ده كان حوار كبير قوي، يرجع الحلقة اللي فاتت عشان نشوف الحوار ده هيبقى عامل ازاي. فبعد ما ظبطت حوار الجرد وظبطت دنيتي وشفت الغلطات وشفت التصحيحات وشفت الا اني لقيت نفسي واقف في ركنة، بقول لك ايه، ولا اجدعها زنقة ناصي، بدون هزار والله العظيم ما بهزرش. لقيت نفسي واقف اللي هو يا نهار ازرق، انا عملت كل ده، كل ده كان غلط، يا نهار اسود. قعدت الطم وبتاع، وجبت لطمه بالكهرباء وقعدت اعقب مع حالي. لكن الاستفاده الوحيده من الموضوع يا عزيزي المستمع هو ان انا فهمت انا رايح على فين وجاي منين وواقف فين. وده اللي هيساعدني في عنصر الوقت، ده اللي هيساعدني في عنصر الوقت. لو هنيجي نقسم الوقت في الحالات بتاعتنا دي، هيبقى ليه 3 عناصر. وقت الماضي، وقت شوف انت كنت قاعد بتفكر ازاي واسلوبك كان رايح فين واتجاهاتك دي اصلا كانت بتتماشى مع ايه. وقتنا الحاضر ده بقى هو اسمر وقت انت ممكن تستثمر فيه ايه بقى؟ اي حاجة. كنافة بالقشطة، تاكل هبة من عند بلبن، وده مش سبونسر والله، انا مش سبونسر اساسا. تاكل الهبة من عند بلبن، تروح تجرب حلواني زلاشيش، تروح دريم بارك، تقعد مع العيلة، ايا كان. يعني انا هقول لكم على بوينت كده انا لسه كستيفن مستوعبها من صغري. ما كنتش بعترف ان العيلة دفى، بسبب ان كان في مشاكل كتيرة جدا بيني وبين والدي زمان وانا صغير.
في السن اعداديه بتاع السن ابن العبيطه ده اللي انا ما كنتش بفكر فيه اساسا. كنت حاطط فوق، كنت حاطط آه، برطمان قشطه ولا برطمان مخلل في دماغي. لكن لما كبرت و... و... ولاحظت شعر والدي ابتدى يبيض، ما بقاش يتكلم كتير قوي معايا، ما بقاش قادر، الشغل بقى مخلص على النفس اللي خارج واللي داخل منه، بقى يا دوبك يجي ياكل وينام وما بنلحقش نقعد مع بعض كتير. انا بدات اتضايق، اللي هو فين النكش، انكشوني. ف مره واحده لقيت ان الموضوع لا يا ستيف ما ينفعش، يعني لازم نفهم احنا بنعمل ايه او ده بيحصل ليه. كل ده حصل نتيجة ان الوقت بيعدي، كل ده حصل ان انا نتيجة ان انا ما كانش ليا صور مع والدي من بدري. كل ده بسبب ان الوقت مر عليا وفات وانا ما استفدتش بيه شيء، وكل ده حصل بقى في الماضي. طيب مش مهم الماضي، يحرق الماضي ده لون رمادي زي الخرا، يمسكه كده يحرق اللي جابه. طيب نركز في اللي جاي دلوقتي. اللي جايك مين؟ اللي جايك مين؟ الحاضر بتاعك، لا مؤاخذة، دلوقتي الان ناو. مش عارف ولا بالفرنساوي مع اني كنت كويس والله في الفرنساوي، بس مش مشكلة. ناو دلوقتي حالا مالا فعلا. هتعمل ايه؟ هنقعد نبكي على اللي راح؟ هنقعد نصوت ونقول يا جراح؟ اكيد لا. انا كستيف مش هعمل كده بصراحة، او كنت بعمل كده، بس دلوقتي انا بقول كنت، يعني كان زمان فعل ماضي مبني على النفخ، احنا اتنفخنا. بس دلوقتي في فرق كبير قوي 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 بين زمان ودلوقتي. فنعمل حاجه حلوه، نلعب لعبه حلوه انا وانتو. تعالوا نلعب ندور على حاجه وعدلها. يعني انا كستيفن بصراحه، يعني ليه اللي يعرفني انا كنت بحب التمثيل جدا وما زلت بصراحه، بس موقفه خالص حاليا، موقف ان انا امثل او اروح بروفات او عشان اركز في حياتي العمليه اكتر. وده كان اوسخ قرار انا ممكن اكون اخدته في حياتي. بس حاولت اعدل من حالي ده، حاولت اعدل من ان انا ابطل تبطيل الحاجات الصح وابدا في الحاجات الغلط. العادات السلبيه عامه الواحد ممكن يكون اتسحل فيها، زي القعده على التليفون وقت طويل، زي ان هو مكمل في ريليشن شيبس مالهاش اي تلاتة لازمه، بس تحت شعار ان انا لا مش هسيب عشان انا اللي وعدت. يا عم وعدت مين يا عم؟ يا عم وعدت مين يا عم؟ لا هي روميو ولا انت جولييت، والعكس صحيح. والله انا ما بهزرش، انا صاحي لسه صاحي حالا من النوم، فتقبلوا اي حاجه. لا هي روميو ولا انت جولييت، ولا انت جولييت ولا هي روميو. فاللي يحصل ايه يعني؟ ليه ريليشن شيب راحت؟ ايه يعني اللي بيكلمك ده؟ يا نهار ازرق، تخصص ريليشن شيبس بايظاها والله. كل ده لو هتكلم بجد، كل ده كان ليه؟ بسبب ان انا كانت عقليتي صغيره جدا. حتى زغلول لسه شاتمني ورا اهو، ده العصفور بتاعي لسه شاتم ورا وقال الفاظ قبيحه. انا فعلا ما كنتش حكيم في اختياراتي زمان، وبشرط كان قدامي اختيارات كتير قوي حلوه، بس انا ما اخترتش صح. وده رجوعا لنظريه ان الوقت ساعتها كان في صفي، بس انا اللي ما كنتش في صف نفسي، كنت في صف معلومات غلط اتزرعت جوه دماغي واتقال لي ان ده هو الصح، وهي دي الروشنه يا ستيفن، هي دي الحاجات الصح اللي المفروض نعملها. لكن اتضح ان لما الموضوع بيعدي بيبقى خلاص، لا الموضوع ده مش صح، الموضوع ده بالعكس، الموضوع ده كارثه سودا. يعني امسك كده ازازه البرفان بتاعتك كده يا قلبي، لو معاك ازازه برفان، واقعد اديها رشرشه على نفسك القديمه وما تخرجش بيه، حطها في دولابك. ليه بقى؟ ليه اللي مش هينفع ان انت ترجع بنفس الكاركتر القديم بتاعك اللي انت كنت بتهرب منه، ولا هينفع تبص للمستقبل على كاركترك هيبقى عامل ازاي، لانك هتنسى حاجه مهمه قوي. انت دلوقتي الوقت هيزنقك، سوري في الكلمه، هيزنقك زنقه بنت حرام في انك تحاول تتعلم من بتاع زمان، وانك
تحاول ترسم بتاع بكره وانت ناسي حاجه في النص. البني ادم بتاع دلوقتي كل ده بسبب ان انت ما عرفتش تعمل تايمنج صح، ما عرفتش تختار حياتك او تختار المبادئ اللي انت المفروض تمشي عليها صح من دلوقتي. كل ده بسبب ان انت ما عرفتش تستغل الوقت لصالحك. انا كستيم لحد دلوقتي لسه مش عارف استغل الوقت لصالحي اكبر استغلال. بشتغل، بذاكر، بعمل حاجه اللي بحبها، بمارس هوايتي، بغني، بمثل، برقص. يا عم انا نزلت ورقصت قبل كده، نزلت في المعادي ورقصت قبل كده وبإرادة حرة، وانا كنت مبسوط فشخ، كنت حاسس ان انا مالك الدنيا باللي فيها. بس كل ده برضو مش هيعصمنا من سؤال، طب احنا هنعمل ايه؟ شوف الحاجة اللي انت عايز تغيرها وغيرها. يعني معلش، يعني النهاردة كام؟ النهاردة 24/12، يعني فاضل على رأس السنة تقريبا سكة اسبوع بالظبط. زي النهاردة كده هيبقى رأس السنة. معلش يعني ما تحاول تظبط دنيتك من دلوقتي لحد رأس السنة مثلا. ايه رأيك؟ يعني ما تيجي كده نحط جدول لينا حلو، النهاردة كذا، بكرة كذا، بعده كذا، بعده كذا، بعده كذا. بس اهم من كل ده انك تهتم بحالك انت، دنيتك. لو العيلة حاجة انت نفسك تعملها، ومعلش ما تقوليش اصل الشغل مش مناسب، اصل الدنيا مش لاحقة. لا، الدنيا ممكن تلحق عادي. يوم الاجازة روح برطع فيه الدنيا. انا الجملة دي على فكرة اتقالت لي من والدي. كنت بتخانق معاه زمان، بقول له يا بابا مش هلحق اروح المسرح، فريق هيقع. يوم قال لي عندك يوم اجازة روح اخرب الدنيا فيه. وفي الحقيقة بعد بعد ما عدى وقت على الموضوع ده اكتشفت ان كلامه كان صح جدا. وفي وقتها انا كستيفن صدقت كلامه، بس اللي هو ايه، صدقها يا عم مش مشكلة، يلا يلا ها. يوم اجازتي رحت وفعلا خربت الدنيا، والدنيا بقت زي الفل، وكنت بص بمليار دماغ. كنت مركز مع الشغل، ومركز مع الحسابات، ومركز مع الفلوس، ومركز مع الدراسة، ومركز مع الفريق، ومركز مع المصاريف، ومركز مع كذا وكذا 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 وكذا. لكن اهم حاجة انك تظبط توقيتك وتظبط اختياراتك في الوقت اللي انت واقف فيه. ما تختارش الزمان وما تفكرش في المستقبل كتير. دايما بنقول جملة كده حلوة، انا كستيم بحب اقولها، رب بكرة لبكرة. لكن ما دام انت عايش النهارده وبتتنفس دلوقتي، ليه تفكر في بكرة؟ لان ببساطة كل ما انت هتعمل كده كل ما انت هتتعذب، كل ما انت فروة دماغك دي هتتشلف منك. هتفضل تحاول وتطلع وتنزل وتروح وتيجي وتقابل ناس وتفارق ناس، وتفضل الحياة عادي، وحال الدنيا يتغير وهيصة. والله بجد ده مش هزار، بس هو الواحد فعلا عايش اكنه في زار، كل شوية طالع نازل طالع نازل طالع نازل. هي الدنيا كده. انا كستيم استوعبت كده. مفيش صاحب شغل سالك. اي حد شغال عصفورة في اي شغلانة بني ادم زبالة. والله العظيم ما بهزرش، دي ثوابت بقى، دي ثوابت خدوها من ستيفن ورموها في البحر. اي حد موهوب وما بيتشافش بيتعمل منه مساحة. حلو، يا مساحة يا بيتدفن. حلو. بتفضل شغال 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 شغال، ولو عملت غلطة قد كده كل سجلاتك القديمة كلها بتتمسح. ليه؟ بسبب ان انت شغال في بيئة مش حلوة. طب لو قلت لي ان كل البيئات كده، هنعمل ايه؟ حاجة من الاتنين، يا تتأقلم يا باسلوبك الحلو ممكن تغير ده. ودي بقى ليها دنيا تانية عشان مش عايز اخرج عن السياق بتاعي. لكن كل اللي انا عايز اقوله قبل ما الحلقة دي تتقفل ان انا عايز اخلي بالي من الوقت بتاعي، وعايزك انت كمان تخلي بالك من الوقت بتاعك، لان وقتك هو بتاع دلوقتي، وحالك هو دلوقتي. لو اهملته الوقت بتاع دلوقتي ده هيبقى في الماضي، فمش هتعرف تبص عليه، والحاضر بتاعك هيبقى مجهول، والمستقبل بتاعك هيبقى طشاش. هتلاقي واحد دلوقتي بيهق ويمق ويطبل ويرق ويقول لي ايوه يا عم انت اللي فاهم كل حاجه. والله العظيم انا مش فاهم حاجه. انا احيانا بقول كلام انا فاهمه وكويس قوي وبدات الشغل عليه، لكن نتيجته مجهوله بالنسبه لي. ومش مشكله على فكره، دي مش مشكله كبيره. اهم حاجه ان مش الكلام يكون مجهول، المهم هو ان انت تبدا في انك بس تظبط وقتك وبس.